اعمل ايه؟ اسمك ايه يا حاج؟ اسمي نعيمه محمود ام علي. ايه المشكله اللي عندك؟ المشكله ان انا دلوقتي اروح المحافظه، اروح هنا واروح هنا، مجالي يطلع 40 سنه ما حدش بيعمل لي حاجه. دلوقتي عيالي كلهم قاعدين معاي متجوزين ولا شغل ولا مشغل، العيل مطرود معاه 3 عيال معاي، وكلهم العيان معاي والمكسح معاي واللي لسه كانت هتتجوز وبحت عفشها معاي وكله معاي، وقاعدين في شقه ولا عارفه ادفع ايجار الشقه ولا عارفه ادفع ميه ولا نور ولا اي حاجه، واروح المحافظ ما بيديناش حاجه، واروح هنا ما يديناش حاجه، ومعايا كشك بقالي 8 سنين. معاكي كشك ولا ايوه رخصة كشك؟ رخصه كشك بس. بقالي 8 سنين. الفخراني قال لك الكشك والعداد والرخصه والبضاعه، لغايه دلوقتي ما حدش بيعمل حاجه لحد. اروح الجمعيات، اروح هنا اروح هنا اروح هنا، ابني خبطت عربيه النهارده، عملت العمليات كلها بالزقازيق، حتى المسامير اللي عملتها، حتى الشنيور اللي خرم المسامير جبته، العلاج جبته، كل حاجه. لما جبته وعملت العمليات وبعت اللي وراي واللي قدام وبعت جاز اخته وبعت كله، لغايه دلوقتي جيت اجيبه هنا ما رضيش حد المستشفى تقبله ولا الجامعه تقبله ولا حد يقبله. اشتكيت مدير الجامعه ومدير الامير واشتكيت المحافظ عمل فيها قضيه، بدل ما يساعدني جاب لي حكم 6 شهور، عمل فيها بلاك، عمل فيها سب وقذف، وكل المحافظه مضطهداني، ودلوقتي ممنوع. شكيت المحافظ الثاني ممنوع اخش المحافظه. المحافظ الراجل قلنا كويس، احمد البيه القصاص، راح عمل ازاي؟ لغايه دلوقتي الراجل كويس وطيب، ما يعرفش عني حاجه، كويس ومحترم وما يعرفش عنه حاجه. كل ما يقول لي تعالي يا ام علي، قابلته في نادي هو لسه قدام الاستاذ احمد ابو زهره، وكنت انا معاهم وكنا بنضحك وكنا بنفرح وكنا عاملين الحفله رومانسيه. ولغايه دلوقتي المحافظ قال لي تعالي يا ام علي قدام احمد اليماني، لغايه دلوقتي ما راضيين يشغلوني الكبار علشان اكون الحراميه، عشان اكون الحراميه 40 سنه، لغايه دلوقتي مش راضيين يدخلوني المحافظ، مانعين مع احمد فؤاد وكلهم واحمد اليماني وكلهم مانعين ان انا اخش المحافظه، كلهم وسالوا الامن وكله ممنوع ان انا اخش المحافظه.